المطارس، التيرانات، الموانئ وصفقات الدفاع هادو هما المشاريع اللي كان عليهم بزاف ديال البوز في هاد السنين الاخيره، ولكن بالمقابل ديال هاد الشيء كاينين المشاريع اللي يقدر يكون التاثير ديالهم اكثر حتى من السلاح، ولكن حتى شي واحد ماشي يهضر عليهم. في 29 مايو من العام اللي فات غادي تعلن رسميا انه عمالقه التكنولوجيا مايكروسوفت واوراكل غادي يستثمروا في المغرب. وفاش كنهضروا على الاستثمار راه ما داخلينش باش يبيعوا لنا سوفتوير بحال ويندوز ولا وورد، وانما غادي يستثمروا في العمود الفقري ديال اقتصاد البلاد. والمشكل الكبير في ان هاد المشاريع كيدوزوا حسي مسي هو ان هادشي كيضرك انت صديقي بشكل مباشر كمواطن مغربي. علاش؟ لانه ما كتكونش عارف الاتجاه ديال الاقتصاد فين غادي والفرص فين كاينه، وبالتالي ما كتوجدش لهم بالمهارات المطلوبه، وما كتاثرش حتى على التوجيه ديال وليداتك باش يكون عندهم فرص اكثر في سوق الشغل في المستقبل. ولكن اللي مزيان في هذا الشيء كامل انك عاوتاني في المكان والزمان المناسبين باش تفهم الفيلم كامل على اش داير. فاللي غنطلب منك هو تجيب الدكه ديالك العماسي تجي وتكمل معايا هذا الفيديو حتى الاخر، لانه مع غتساليه غادي تعرف المعلومات اللي فيه شحال مهمه بالنسبه لك. معك سفيان ميدومي وهذا الشيء كامل في برنامج كيفاش الفلا. اول حاجه صديقي خاصنا نتفاهموا عليها ان دخول هذه الشركات العملاقه للمغرب راه ماشي صدفه، وانما هادشي راه مرتبط بتحول جذري في عقليه الدوله. لسنوات طويله المفهوم ديال الرقمنه في المغرب كان واحد المفهوم اللي نقدروا نقولوا عليه بلي مفهوم بدائي. الرقمنه عندنا كانت كتلخص في صوب بسيط، صوب تطبيق بسيط، نقص شويه ديال الاوراق. هذا المفهوم البدائي كان مع الاسف كينتج لنا خدمات الكترونيه رديئه ولا علاقه، وكان كيكرفص سواء المواطنين ولا الشركات. وما كنظنش كاين فيكم شي واحد اللي ما مشاش عليه موعد او لا تضرر بسبب ان السيستم بلوكي ولا السيستم طايح. والسبب ديال هادشي هو ان البنيه التحتيه هشه وضعيفه، ولا كان هادشي اقصى ما طرا لك فراه خاصك تحمد الله، لانه انا شخصيا مشات لي اكثر من 3500 درهم في صوره ديال الخدمات الاجتماعيه اللي ما كنتش قادر نستافد منها، وغرامات تاخير اللي اصلا ما كنتش قادر نخلصها. والسبب هو واحد البوغ ولا عطب في السيت اللي كان خاصو اكثر من عام ونص باش يتصلح. هذا الوضع الكوميدي والهزلي كانت الدوله عارفاه وفي نفس الوقت ما مسلكاش، خصوصا مع الرهانات اللي داخل عليهم في المستقبل، بحكم ان هادشي كيأتي لواحد الاحتقان والمواطن تيفقد الثقه ديالو في الاداره العموميه والخدمات ديالها، وفي نفس الوقت تيسمم لك البيئه ديال الاستثمار اللي عندك في البلاد. وبالتالي المستثمر غادي يفكر مره وجوج قبل ما يدخل لواحد البلاد اللي البنيه التحتيه الرقميه ديالها متهالكه. داكشي علاش الدوله غادي تخرج لنا داك العام واحد الاستراتيجيه سميتها استراتيجيه المغرب الرقمي 2030، والهدف ديال الدوله من هذه الاستراتيجيه عملي وباين، بحيث انها باغي تقطع مع العهد ديال سرواجي والسيستم طايح. الرهان هو ان الاداره تولي 100% رقميه، وبالتالي البنكه، المحكمه، الضمان الاجتماعي، كلشي يكون مربوط في بلاصه وحده. ولكن باش توصل لهذه النتيجه والسيستم يقدر يتحمل الملايين ديال المعاملات في دقه واحده وكلشي يكون سلس ومزيان بلا مشاكل، هنا تيخصك بنيه تحتيه كما قلنا متطوره وسيرفرات ما كتبلونطاش. الحل ديال هذا المشكل غادي تعلن عليه نهار 29 ماي في العام اللي فات، وبالضبط في الحدث ديال جيتكس اللي تنظم في مراكش، فاش سينا المغرب مع العملاق الامريكي اوراكل بقيمه الاستثمار كتوصل لمليار و400 مليون درهم، بحيث ان اوراكل غادي تبني جوج مراكز بيانات في المغرب واللي كيتسموا الكلاود ريجنز، واحد غادي يكون في كازا وواحد غادي يكون في السطات. وباش نفهموا القيمه ديال هذا المشروع خاصنا نميزوا ما بين مراكز البيانات او الداتا سنترز التقليديين اللي اصلا كاينين في المغرب مع التكنولوجيا الجديده اللي جايبها هذه الشركه الامريكيه. وانا كنهضروا على واحد النيفو اخر في قواعد البيانات اللي كيتسمى الهايبر سكيلر. الفرق بيناتهم كاين في الطاقه الاستيعابيه، بحيث ان الهايبر سكيلر نقدروا نشبهوه بواحد المصنع عملاق اللي كيمكنك انك تعالج واحد الكميه مهوله وخياليه ديال البيانات وتخدم تقنيات عاليه بحال مثلا الذكاء الصناعي بسرعه وكفاءه كبيره بلا ما يتبلونط عليك السيستم. هادشي كامل اللي قلناه غادي يحسن من الكفاءه ديال الخدمات الالكترونيه، وفي نفس الوقت غادي يحسن حتى من البيئه ديال الاستثمار. ولكن اللي اهم من هادشي يقدر يعطيك واحد الامتياز وقوه استراتيجيه، وهنا كنهضروا على السياده الرقميه. وهذه بالضبط هي النقطه اللي قلت لك في الاول ديال الفيديو على انها تقدر تكون مهمه اكثر حتى من السلاح التقليدي. وغير خليك معايا حيت غادي نشرح لك هذه النقطه المهمه بزاف من دابا شويه. ولكن قبل خاصنا نكملوا الهضره على المشاريع والاستثمارات اللي كيداروا. نجاح جلسه التحول الرقمي راه ما مرتبطش غير بلي ماشين والتجهيزات التقنيه، التحدي الاكبر والاصعب اللي كيواجه الدوله اليوم هو العنصر البشري. المعادله صديقي راه واضحه، الدوله دخلت استثمارات كبيره في البنيه التحتيه، ولكن واش عندنا الكفاءات اللي قادره انها تسجل هذه التكنولوجيا المتطوره؟ وهنا المعادله غادي تدخل فيها واحد الطرف الثالث اللي هو شركه مايكروسوفت، بحيث ان مايكروسوفت والمغرب غادي يبداو يدفعوا في جوج مسارات متوازيه. المسار الاول هو التكوين، والمسار الثاني هو البيزنس والاعمال. اولا في جانب التكوين مايكروسوفت غادي دير تعاون مع لو ام سي اس بي او جامعه محمد السادس متعدده التخصصات باش يصنعوا هذه الكفاءات. وفي جانب البيزنس والاعمال غادي تسيني شراكه مع شركه هول ماركو، الشركه اللي ماشي عاديه وانما
وانما كتعتبر هولدينغ اولا مجموعه ماليه عملاقه مغربيه بطبيعه الحال. هاد الشركه اللي كتدخل في بزاف ديال القطاعات الحيويه في البلاد بحال النقل، الغذاء، التامين والعقارات. الشراكه ديال مايكروسوفت مع هاد الشركه غادي تكون حتى هي داخله في التكوين، ولكن غادي يكون واحد التكوين من نوع اخر، اي واحد التكوين اللي غادي يكون موجه اكثر للاقتصاد، بحيث انهم غادي يخلقوا واحد المعهد اللي خاص فقط في التكوين على الذكاء الاصطناعي. وهاد الطلبه اللي غادي يتخرجوا من هاد المعهد غادي يمشيو يخدموا مباشره في الشركات ديال هاد الهولدين المالي العملاق. وهنا راه كنهضروا على العشرات ديال الشركات اللي كتشكل الهيكل ديال الاقتصاد ديال البلاد. وبالتالي هاد التقنيات والتكنولوجيا المتطوره بحال الذكاء الاصطناعي غادي تولي تخدم في القلب ديال الاقتصاد ديال المغرب. وقبل ما نقول لك علاش الشركات الامريكيه كتدير هاد الشيء كامل، لانه بطبيعه الحال راه ما كتديرش على قبل سواد عينينا، وانما كاين مقابل. بغيتك ترد معايا البال مزيان، لانه هادشي اللي غادي نقول لك دابا راه كيقيسك بشكل مباشر. المغرب في الاستراتيجيه ديال التحول الرقمي ديال 2030 حطت واحد الرقم طموح وضخم، واسمع مزيان الرقم الله يرجع لك. الطموح ديال المغرب هو انها تكون 100,000 كفاءه سنويا في المجالات الرقميه. وباش نزيد نبين لك علاش هذا الرقم مهم بزاف، هو بغيتك تفهم معايا واحد المقارنه. مثلا القطاع ديال الفلاحه، هذا القطاع كل عام 200,000 واحد تيخسر فيه الخدمه ديالو، يعني كيطلع لنا المؤشر ديال البطاله ب 200,000 عاطل سنويا. في المقابل ديال هادشي الدوله تقول لك بلي باغيين نفورميو 100,000 واحد في المجالات الرقميه. وهذا الشيء بالي بلا ما نزيد نفسر اكثر، لانه الفرصه راه باينه فين كاينه. وانا راه ما كنهضرش غير على جينزي ولا عندهم ما بين 18 و 20 عام، فحتى الا كنتي موظف وباغي دير واحد الكارير شيفت اولا تغيير التوجه ديالك، وبالتالي كتفكر دير التخصصات اللي مطلوبه في المستقبل، وبالتالي غادي تحسن المدخول والمستوى المعيشي ديالك، فراه بحكم الفجوه اللي كاينه في سوق العمل والندره ديال الكفاءات في هذه التخصصات التقنيه، فتيقبيا صديقي ما كاينه حتى شي شركه غادي تسولك على عمرك، وانا ما تسولك على حاجه وحده اللي هي شنو كتعرف دير. وحتى كاع الا ما كانش عندك هذه الفكره ومرتاح في خدمتك، ولكن بغيتي الاجيال القادمه اللي هما وليداتك يكون عندهم فرص كبيره في سوق الشغل مستقبلا، فراه الطريق دابا باينه قدامك. ودابا غادي نرجعوا للسؤال المهم اللي هو علاش هاد الشركات غادي يدخلوا للمغرب ويستثمروا فيه. فبطبيعه الحال هما ماشي جمعيات خيريه وداخلين باش يربحوا، يعني شنو هي الهوته اللي بانت لهم في المارشي المغربي واللي خلاهم يدخلوا ليه. نبداو بمايكروسوفت اللي عندها واحد الخطه ذكيه واللي كتسمى السيطره عبر التكوين. فهي مثلا فاش كتكون لك هذوك الشباب في الام سي اس بي، فراه كتدربهم على المنتجات والمنصات ديالها. فغدا ولا بعد غدا هذاك الطالب فاش غادي يتخرج وغادي يولي مهندس غادي يمشي يخدم مثلا في واحد الشركه اكس. هذيك الشركه غادي يكون من الضروري عليها انها تشري الرخص والانظمه المعلوماتيه ديال مايكروسوفت، لانه ببساطه هذاك المهندس المغربي راه تكون حصرا على السوفتوير ديال مايكروسوفت، وبالتالي غير بالعقل غادي تشد لك مارشي على قدو. ونفس المبدا كتطبقوا الشركه الثانيه اللي هي اوراكل. فمثلا هاد اوراكل فاش غادي تبني لك واحد القلعه اللي كتحط فيها الاسرار والبيانات السريه ديالك، فراه اوتوماتيكيا غادي تبقى مربوط معاها، لانه ما كاينش واحد البديل محلي اللي يقدر انه يهز هذاك الحمل كامل وعنده هذيك التكنولوجيا المتطوره. وهذا الشيء الا جيتي تشوف راه ما فيه حتى شي عيب، لانهم هما رابحين وحنايا رابحين. يعني هما رابحين انهم كيحتكروا السوق، وانت رابح انك كتوطن هذه التكنولوجيا في بلادك وفي نفس الوقت كتكون الكفاءات. ودابا من بعد ما فهمنا علاش هاد الشركات تستثمروا وشنو غادي نربحوا منهم، اجي نطلعوا واحد شويه النيفو ونشوفوا شنو غادي يربح في الصوره الكبيره. وانا بالضبط كنهضر على القوه الاستراتيجيه وعلاش التاثير ديال هاد الاستثمارات يقدر يكون كبر حتى من التاثير ديال البنيه الدفاعيه والاسلحه. وناخذ مثال ديال ميناء طنجة المتوسط. في نظرك علاش هاد الميناء تعتبر قوه استراتيجيه للمغرب؟ حيت السفن العالميه مجبره توقف فيه، تحط السلعه وتخلص الرسوم باش هاد السفن تكمل طريقها للدول الافريقيه. وراه نفس البلان تماما صديقي اللي غادي يطرا، غير هو الفيلم هنايا غادي يكون في العالم الافتراضي. المغرب حرفيا دابا تيبني ميناء طنجة المتوسط ولكن في العالم الافتراضي، بحيث انه الشركات والابناك الافريقيه بالاضافه للدول المجاوره فاش غادي يبغيو يخزنوا الداتا والبيانات ديالهم ما غاديش يصيفطوها لاوروبا بحال كيف ما كان، وانما غادي يحطوها في كازا وسطات. فمثلا فاش كتكون واحد الدوله مجاوره اللي باغي تحط الكفر فور اولا الخزنه ديال الداتا ديالها والبيانات، فراه مستحيل تنوض معاك الصداع، بل بالعكس غادي تولي هي اول واحد كيدافع على الاستقرار الامني والسياسي ديالك. وهذا واحد النوع اخر من غير هذيك القوه التقليديه اللي كنعرفوه واللي تتعرف بالقوه الناعمه اولا السوفت باور، بحيث انك تخلي المصالح ديال القوى الكبرى في العالم مرتبطين بالامن ديال المغرب. فالدول الافريقيه راه محتاجين هذه البنيه التحتيه اللي عندك في الارض ديالك، لانهم كانوا كيخدموا غير بالسيرفرات اللي كاينين في اوروبا، والمشكله ديال السيرفرات انهم بعاد عليهم، لانه بكثر ما كانت المسافه بعيده هادشي كيأثر واحد الحاجه سميتها الدلي، وبالتالي هذيك الخدمه الالكترونيه كتكون راجئه. والدول العظمى بحال اوروبا وامريكا راه مستثمرين في الارض ديالك عن طريق شركات، وهذوك الشركات راه البيانات ديالهم كاملين كاينين في هذوك المراكز اللي عندك في الارض ديالك، يعني كلشي غادي يكون باغيك انك تكون مستقر ومزيان. هادشي علاش هاد المشاريع ماشي مجرد بيزنس، بل هذا امن قومي. وهادشي علاش انت صديقي كمواطن خاصك تكون واعي انه المعركه الجايه ما جايش بالسلاح، بل المعركه الجايه جايه بالكود والذكاء الاصطناعي. فالترند ديال هادشي صديقي بدا كيتحرك والسرعه غاديه وكتزاد. والسؤال اللي كنت دابا واش غادي تبقى غير كتفرج اولا غادي تغتنم الفرصه وغادي تسوق هاد الموجه؟ خلي واحد لايك، واهم حاجه هو تشترك الا كان تيبان لك بلا هاد المحتوى كيستاهل، ونتشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد.